ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ بصوا عايزه اقول لكم على رايي في المنتج اللي هو اسمه كليوباترا دوت. طبعا ده بلسم للشعر ده. ترطيبه في الاول خالص اول ما استعملته كان ترطيب ضعيف. بعد كده بتكرار الاستعمال لقيته زيرو ترطيب، مش بيرطب خالص، وده كان بحوالي 50 جنيه من 6 شهور جبته. وترطيبه مش حلو خالص، واقل من الضعيف، يعني برضو ما ادلوش 1%. وحش جدا. بلس كمان ان هو بعد ما قعد معايا فتره، جيت استعمله برضو في الشيفنج زي ما قلت لكم كده. يعني أنا عندي مش برمي حاجه، اي حاجه تانية، اي حاجه بشوف لها مش هستعملها بشوف لها استعمال تاني. فجيت استعمله على انه يبقى ماده مساعده في الشيفنج وكده. لقيت ان هو ريحته غيرت جدا جدا. حسيت ان هو حامض. طبعا. طبعا هتستغربوا، هو فعلا حامض يا جماعه، اول مره اشوف بلسم بيحمض. ماشي، فعمري ما هجيبه تاني ابدا ابدا. هو يعتبر خلص الحمد لله. هو كان تلات ارباعه خلص على شعري، وربعه كنت سايباه بعمل بحطه قبل الشيفنج. فالحمد لله هو خلص كده وهرميه، فقلت اعمل لكم كده ريفيو صغير قبل ما ارميه. يلا مع السلامه يا حلوين، قولوا رايكم برضه في التعليقات.